السلام عليكم، وحشني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. بصوا بقى يا جماعه، الفيديو ده رجاء خاص مني ليكم، رجاء لكل حد بيعزني وبيحبني كده زي ما انا بحبكم كده. يا رب كده نفسي تشيروا الفيديو ده. بس الفيديو ده بقى عن ايه؟ عن واحد دخلت معاه جوله امبارح. ماشي. انا شكيت في طريقه الكلام الحلوه اللي اتكلم بيها، وان هو باعت الشيخ فلان ومش عارف ايه والكلام دوت. فانا قبلت الجوله احتراما مني للاسم اللي قدامي. قبلت الجوله بالمعنى البلدي بتاعنا كده كمصريين كده ولاد بلد، انه دخل يحفل عليا. بس حد داخل بيتكلم بعدم ذوق، بطريقه سخيفه جدا. الاول بدأ بكلامه بان انا هسألك 3 اسئله وجاوبيني عليهم، لو جاوبتي هديكي ايه؟ هديكي اسد. سيبك من حكايه اسد وفار وكلام الفارغ ده. فانا قلت له ماشي، اسال السؤال اللي عارفاه اكيد هجاوب، بس يا ريت تكون اسئله كويسه واسئله في نطاق الاحترام بينا. طبعا سال سؤالين كويسين فرديت عليه. فجه على السؤال الثالث وراح سال سؤال ما يتسالش وما يسالهوش واحد عنده ب2 جنيه ادب. سأل سؤال سخيف جدا، فأنا رديت عليه بمنتهى الذوق وكده وأدب واحترام ودبلوماسية، وعديت السؤال وما يصحش كده ومش ما يصحش وخلاص. المفروض إيه؟ خلص الجولة على كده. الأستاذ قعد يحفل ويستظرف في دمه. فأنا قلت له أنت منين؟ قال لي أنا من الصعيد. لا لا لا، اوعوا تكونوا مفكرين إن أنا طالعة أتكلم في الجولة دي عشان أشتمه أو أقول أي حاجة. لا لا لا، انا طالعه عشان ابرأ اي صعيدي عندنا من ان ده ينسب نفسه ليه. اولا هو مش من الصعيد، هو من بلد عربيه اتعرفت قوي 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 من مجرد اسمه. ما هو بذكائه اسمه فضحه. مش من مصري ابدا ولا من الصعيد. انا طالعه عشان اقول له ان الصعيد اللي انت بتتكلم عليهم دول مصنع الرجاله، بيربوا اولادهم من صغرهم على انهم يبقوا رجاله، على انه ازاي يعرف يتكلم مع اللي اكبر منه ويحترم اللي اكبر منه، خصوصا لو ست. دي الصعيد اللي عندنا، اللي انت ما تعرفش، يا اللي طالع تحفل عشان خاطر تلم مشاهدات او حد يبعت لك هديه ولا الكلام الفارغ ده، تقوم تطلع تقل في ذوقك وتتكلم بالطريقه اللي مش كويسه دي. انا مش عايزاك تقول انت منين عشان خاطر الناس ما تاخدش فكره على ان البلد دي الناس اللي فيها يشبهوك. لا، انت تمثل نفسك بس، ما تمثلش حد من البلد دي. مع ان اي حد لو رجع للجوله هيعرف هو منين على طول، لان الاسم بتاع العيله دي معروف جدا جدا. بس الحمد لله ان هم ما طلعوش مصريين. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا حبيبي، قول لاهلك وبلدك وعشيرتك والناس دي مين هم المصريين. هيعرفوك ان احنا خيرنا عليك وعلى بلدك، وان احنا دايما سباقين بالخير من زمان قوي 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 قوي، ان احنا لينا الفضل عليكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. بس احنا مش طالعه عشان امن عليك باننا لينا الفضل عليك. انا طالعه عشان اعرفك ان انا اما ما رضيتش اطول لساني اقول كلمه كده ولا كده، حفاظا على مصريتي، ان انا ما يطلعش حد يقول مصريه وقالت مصريه وقالت بس، اي حاجه غير كده لا. وبرضه عشان اعرفك ان انت مش مصري وما تنتسبش لاي حد. واوعى تجيب سيره الصعايده. انت عارف الصعايده عندنا بيعلموا ولادهم كويس قوي. احنا اقصى حاجه واقصى مشاحنه بتكون حتى في الصعيد اللي هو الطار، احتراما للمراه ما بيتاخدش من الست. الطار اللي هو دم ما بيتاخدش من الست، احتراما للست. فانت ايش اوصلك لان انت تحكها حتى وتقول ان انت صعيدي؟ لا عشت ولا كنت. الصعيد عندنا رجاله، مصنع الرجاله. اقول لك حاجه تانية بقى، خلي اسودك ونمورك وحيتانك تبقى تنفعك. خلي فلوسك اللي انت طالع تلمها عشان تحفل وتقل بذوقك وتقل ادبك عليا ينفعوك. لان انا هقول لك كلمه واحده بس، اولا انا مش مسامحاك، انا مش مسامحاك وخصمتك قدام ربنا. ويوم ما تقف يوم الموقف العظيم كده هقول لك انا مش مسامحاك. بس مش هقول اكتر من كده، واقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت شخص ما انتش كويس عشان ربنا كده ربنا مش هيبارك لك. انا مش مسامحاك قدام ربنا، ومنتظره يوم الموقف العظيم اما اخد حقي منك. مش في الدنيا، هاخده حقي منك في الاخره. ولو سمحتوا يا جماعه، لو ليا معزه عندكم بعد اذنكم شيروا الفيديو ده، شيروا الفيديو ده بعد اذنكم عشان يوصل له، يمكن يتعلم الادب
ويعرف ازاي يتكلم مع الناس الكويس، الناس المحترمه، ويتعلم الادب. اما يجي على حدود واحده مصريه يبقى عارف هو بيتكلم مين، وعارف تمامه. اللي طالع يعمل شو والناس تسقف له وتبعت له كده وتنقطه زي الرقاصه اللي بترقص، يبقى عارف هو بيتكلم مع مين. ماشي. خلي بالك، مش من الادب ان الواحد يطول لسانه، وممكن الواحد يكون عارف اقذر الالفاظ، بس من ادبه واخلاقه ما يقدرش ينطقها، لان احنا اتربينا كويس قوي، وتربينا ان احنا بناخد حقنا ادب واخلاق. ممكن اقل منك بس بمنتهى الادب، اقل منك وامسح بكرامتك الارض، بس من غير منطق لفظ يتاخد عليا. بعد اذنكم، لو ليا معزه عندكم، انا عايزه الفيديو ده يتشير، والراجل ده يمثل نفسه بس، ما يمثلش الناس البلد حتى اللي هو منها، عشان دي بلد اخواتنا وعلى عيننا وراسنا، لكن هو لا. سلام عليكم.